أهلا بكم من جديد. تشهد فرنسا غضبا وتوترا غداة مقتل شاب من أصل جزائري عمره 17 عاما على يد شرطي بعدما رفض الشاب الامتثال للوقوف عند نقطة تفتيش مرورية، ما أدى لاندلاع صدامات ليلية في ضواحي باريس. هذه القضية أثارت الجدل حول إجراءات إنفاذ القانون في فرنسا، خصوصا بعد تسجيل مقتل 13 شخصا في عام 2022 في حوادث رفض ضحاياها الامتثال أثناء عمليات تفتيش مرورية، وكان غالبية هؤلاء الضحايا من أصول إفريقية أو عربي. فلماذا تتعامل الشرطة الفرنسية مع الحوادث المرورية باستخدام السلاح؟ وما الذي يجعل الاحتجاجات في الأحياء الفرنسية الفقيرة عنيفة باستمرار؟ وهل يمكن استعادة الهدوء قبل أن يتحقق القصاص؟ هنا في مدينة نونتير المحاذية لباريس، هذا ما تبقى من الحادث المروع الذي هز مدينة نونتير أمس. رمل يغطي الدماء وآثار الحادث، وباقات ورد بها عبارات ترحم عن الشاب نائيل الفرنسي من أصول جزائرية الذي قتل على يد الشرطة الفرنسية أمس. احتجاجات عنيفة اندلعت على خلفية الحادث المروع، ومن المتوقع أيضا أن تستمر لليوم الثاني على التوالي. اقتربنا حقيقة من بعض سكان المنطقة الذين ترددوا على المكان وأكدوا لنا أنها ستكون هناك خرجات ليلية لمواجهة الشرطة، وحالة من الغضب حقيقة لمسناها من جهتها وزارة الداخلية وعلى